حين تتحول المدرسة من حضن آمن إلى ساحة إقصاء، ويتحول الفقر من عيب مجتمعي، حينها تقتل أحلام الطلاب أمام قساوة المعلمين وقراراتهم التي قد تدفع طلابا إلى إنهاء حياتهم وبشكل مأساوي. في قصة موجعة هزت العاصمة صنعاء تتكشف تفاصيل مأساة الطفل مناع عبد الضحياني، 11 عاما، طالب في الصف الخامس بمنطقة الحتارش، والذي أنهى حياته فوق سطح منزله، حيث كان يعيش مع والدته وإخوته في ظروف قاسية، يتيما بلا أب. وعن دوافع هذه المأساة أفادت مصادر محلية أن السبب يعود إلى منع إدارة المدرسة من تكريم الطفل ضمن الطلاب المتفوقين واستبعاده من حضور حفل التكريم. تقول المصادر: تم استبعاد الطفل مناع رغم تفوقه الدراسي لعدم قدرته على سداد الرسوم المفروضة، وتشمل تكاليف الاحتفال وملابس التكريم والجوائز. يبدو أن المشهد لم يكن سهلا على الطفل مناع، وهو يشاهد زملاء له أقل تحصيلا يكرمون أمامه، ما خلف صدمة نفسية عميقة. جيرانه أكدوا أن الطفل وإخوته عرفوا بالأخلاق والاجتهاد وحلموا بمستقبل أفضل رغم النزوح واليتم. هذه الحادثة مشاهدينا هزت الشارع اليمني وأشعلت غضبا واسعا مع تصاعد جبايات المدارس وفرضها بالقوة دون مراعاة الأوضاع المعيشية القاسية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي. وهنا نتابع بعض تفاعلات رواد منصات التواصل الاجتماعي على منصة إكس. هنا زكي نعماني يكتب يقول: وضع الناس المعيشي سيء جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والسلطة الحاكمة في فصام عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنين. المجاعة قادمة. على ذات المنصة أيضا يعلق محمد بادي يقول: هذه حكومة الميليشيا، لا يقدروا متفوق ولا عالم ولا مدرس إلا بعد ما يموت في مشروعهم يكرموه بزرع الشجر على قبره فقط. أما على منصة فيسبوك فينشر أبو فاروق العفيف يقول: هذه الأيام كثرت الجبايات في المدارس من قبل معلمين ومعلمات المدارس، بل وصل الحد في صنعاء أن الذي معه فلوس يختبروه المواد، والذي لم يدفع الفلوس يحرم من الاختبار. شهد كذلك تقول: نطالب بوقف كافة مظاهر حفلات التخرج والتكريم الباذخة أو أي أنشطة تفرض أعباء مالية إضافية على الكاهل، كما نطالب بمحاسبة إدارة المدرسة ومساءلة مديرها، فإن ذهبت الرحمة من قلوب البشر. في الختام مشاهدينا، هذه الحادثة ليست مجرد مأساة شخصية، بل كانت اختبارا لضمير المدرسة والمجتمع معا. فهل نشاهد محاسبة حقيقية لمن تسبب بذلك ويمنع فرض جبايات على طلاب المدارس؟